الغريبة الملوكي السهل الممتنع، بالرغم من ان هي 3 مكونات سهلة وبسيطة، لكن لو ما ظبطناش المقادير بتاعتها والتسوية يا هتشقق يا هتفرش معاكي. هقولك تعملي ايه لو قابلتك المشكلة دي. الغريبة اسرع واسهل وصفة نواعم، حاجة كده بتدوب في البق وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منكم وقت كتير. هقولك على كل التفاصيل والاسرار اللي تطلع معاكي دايبة وبالتسوية الخطيرة اللي انتوا شايفينها دي، وشها زي ظهرها بالظبط. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. معايا 300 جرام سمنه، ممكن سمنه بلدي، سمنه نباتي، الخليط مع بعض، بس طبعا غريبه يعني سمنه بلدي، واهم حاجه تبقى طالعه من التلاجة زي ما انتوا شايفين. و150 جرام سكر بودر، انا طحناه في البيت عادي، ممكن تجيبوه من بره مفيش اي مشاكل، بس الافضل للنواعم ان انتوا تطحنوها في البيت عشان من بره بيبقى فيه نشا. ومعايا نص كيلو دقيق نخلاه، دقيق متعدد الاستخدام او ممكن بتاع البسكوت والنواعم عامه. تمام كده. هبس كويس جدا، انتوا ممكن تعملوها على ايديكم، بس هتاخد منكم وقت شويه، وربنا يحسب ما بين ايديكم يا رب. الغريبه ليها مراحل هنشوفها مع بعض. بصوا بتبقى زي الرملة المبلولة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا مش دي اللي احنا عايزينها، هبستها كويس جدا، ما تستعجلوش عليها. لو على ايديكوا زي ما قلت لكم هتاخد منكم وقت، بس اهم حاجة في الغريبة البس بتاعها، وديت المرحلة الثالثة بتاعتها هتلاقوها لمت، بس لسه فيها يعني تحسوها ناشفة كده شوية، فمش دي اللي احنا عايزينها، لا احنا عايزينها ناعمة زي بسكوت الزبدة كده بالظبط. هتشوفوها معايا دلوقتي. العجينة ناعمة وطرية خطيرة جدا، بجد تحفة تحفة. انا عايزاكم تجربوها وترجعوا تقولولي. بصوا دي فيها تلزيقة شوية، هي دي اللي انا عايزاها، هي كده تمام معايا. هفضيها في بولة واغطيها واحطها في التلاجة ساعة ساعتين، ممكن تعملوها من بالليل وتشتغلوا فيها تاني يوم الصبح، بس هتاخد منكم بس شوية، او هتحننوها على ايديكم شوية. تمام كده. انا طلعتها بقى بعد التلاجة، قعدتها تقريبا ساعة او ساعة ونص، تمام، عشان اقدر اشكلها. انا هنا طبعا جيت اشتغل بالجوانتي ما ينفعش، فهقلعها واشتغل بايديا. هتلاقوها بقى جامده معاكم، بس حننوها ما بين ايديكم او بين راحه ايديكم او بين كف ايديكم زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، ولا شققت ولا اي حاجه. جربت واحده دخلتها الفرن وزي ما دخلت زي ما طلعت ما شاء الله. هي طبعا اصلا الغريبه اكيد بتفرش حاجة بسيطة. الحجم بقى عندكم من اول 10 جرام لغاية 15 جرام، ما تكبرهاش عن كده عشان هي بتفرش حاجة بسيطة بس. طبعا معاكم بقى مكسرات، انا معايا هنا مكسرات مجروشة، معايا ورد محمدي، زر ورد، فستق مجروش، انصاف فستق ولوز، اللي انتوا حابينه بقى. لولي جايباه من عند اي مستلزمات حلويات او عند عطار. ايه تاني معايا؟ القرنفل طبعا اساسي الغريبة، احنا متربيين عليها القرنفل. هوريكم كذا شكل كده. واول بقى ما بدأت اخلص اول صينية، شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 160 لو الفرن بتاعك عالي، 180 لو الفرن بتاعك هادي قوي. سيبكم بقى من اللي هي بتقعد 10 دقايق و12 دقيقة، مفيش الكلام ده على فكرة صدقوني. ممكن تقعد معاكي لو الصينية كبيرة، هتقعد معاكي ممكن تعدل 20 دقيقة. يعني الصينية المدورة دي قعدت معايا 17-18 دقيقة، الصينية الكبيرة عشان 30 في 40 قعدت معايا فوق 20 دقيقة. فانا هقولك ازاي تعرفيها. جربي كده تزقي واحدة، تمام، لو لقيتيها لسه طرية لا سيبيها، لو لقيتيها اتحركت من مكانها يبقى هي كده زي الفل، وطلعيها على طول، مش هتاخد لون من تحت، خلي بالكم منها، هتطلع معاكم دايبة وخطيرة يا جماعة. وبصوا الغريبة طبعا من الحاجات النواعم الملوكي زي ما بنقول عليها. جربوها وارجعوا قولولي، بجد تحفة الحمد لله. دايبة زي ما انتوا شايفين، خطيرة. مش اتكلموا انتوا قولوا لي رأيكم ايه. هستنى تطبيقاتكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وعملتوا ايه من نواعم العيد. وزي ما قلت لكم هم 3 مكونات ملهمش تالت. انا عارفه ان في ناس كتيره بتبوظ منها، لا ما تخافيش، تشجعي وان شاء الله تظبط معاكي، بس امشي على كل التريكات اللي انا قلتها لك وهتطلع معاكي زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا، اللهم امين.
طبعا التزيين ده بيرجع لكم، وهي ما بيتشغلش عليها الشوايه يا جماعه، الفرن بس، وفرن هادي، ما بتحبش الفرن العالي، بتحب النار الهاديه. تمام كده. لو في اي حاجه قولولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. والتزيين ده بقى يرجع لكم، ممكن تسيبوها ساده خالص، وهستنى رايكم واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.